خلي بالك من عقلك. في يوم من الأيام حسيت إن كنت في نفق مظلم جدا، ومش قادر أخرج منه. وكنت متخيل إن بوابة الخروج من النفق ده هي بوابة النهاية للعالم اللي أنا ممكن أكون مرتاح فيه. وده بيخليني أحكي قصة رجل أعمى عمل عملية عشان يصحح نظره أو يرجع له نظره. الراجل ده صحي الصبح، هو أعمى وعارف إزاي بيتعامل مع الضلمة الشديدة اللي بتحيط بيه. صحي، طلع من بيته بعد ما عمل العملية ورجع لبلدته اللي هو كان بيعيش فيها. وصل للقطر وخد القطر اللي هيوديه للمكان اللي هو فيه. وصل، فك رباط الشاش من على عينه، واكتشف ان هو اول مرة يشوف. وبعد وقت معين قضاه في العيادة اللي هو كان فيها، ركب القطر مرة تانية عشان يرجع لبلده. وهو راجع في القطر وقف على باب القطر عشان يتفرج على كل اللاندسكيب اللي هو كان محروم منها طول حياته. ولكن في لحظة من اللحظات القطر دخل في نفق، والنفق ده كان مظلم جدا. في نهاية النفق وجدوا ان الراجل ده رمى نفسه من القطر. لما بدأوا يحققوا عشان يعرفوا الراجل ده ليه رمى نفسه من القطر، هل دي جريمة ولا مين كان حواليه، مين اللي زقه من القطر ومين اللي عمل ايه ومين اللي عمل ايه، احتاروا. وفي الاخر لما رجعوا للتفحصات السليمة وجدوا ان هو انتابته لحظة من الشعور ان هو ممكن يرجع للنفق المظلم اللي هو كان فيه. الشخص ده رفض ان هو يرجع للظلام، فقرر ان هو يرمي نفسه من القطر عشان ما يواجهش الظلام ده مرة تانية. الظلام مع الناس صاحب الرؤية أمثالنا، وليس العميان فهم في نعمة. أوقات كتير بيتوجب إننا ناخد خطوة للخلف علشان نقدر نشوف مين حوالينا ومين يستحق أننا نعبر هذا النفق المظلم معه. اعتذاري لو كان أوقات كلامي لا يرقى للغة العربية الفصحى أو للتفسيرات اللي ممكن يتفسر فيها المواضيع اللي أنا بحب أتكلم فيها. ولكن احذروا أن تدخلوا أنفاق مظلمة مع أشخاص لا يستحقون. أتمنى لكم حياة سعيدة وأشوفكم على خير. باي باي.